السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ والنهارده هنراجع معاكم مراجعه وحل على العلوم، منهج العلوم تالتة اعدادي كامل الترم التاني. ويلا بينا عشان مفيش وقت، الامتحان قرب. يلا بينا نبدأ نشوف هنحل على ايه. معلش لو الخط صغير ابقوا كبروا الشاشة شوية. تتكون من فصين يقعان في الجزء الأمامي للعنق على جانبي القصبة الهوائية. طبعا أول ما أي حد يشوف تتكون من فصين يقوم رازعلك على طول الغدة النخامية. طبعا غلط جدا، انت كمل. بيقولك تتكون من فصين بس ايه؟ يقعان في الجزء الأمامي للعنق، يعني طبعا الغدة الدرقية عمرها ما تكون الغدة النخامية. يلا نكمل. للتحكم في شدة التيار الكهربي المار في الدائرة الكهربية استخدم جهاز ايه؟ فكر كده معايا. ايوه الاميتر، صح، الاميتر. حاصل ضرب شدة التيار المار في موصل في زمن سريان هذا التيار ينتج كمية فيزيائية تقاس بوحدة. بيقولك حاصل ضرب شدة التيار في الزمن. قلنا ايه؟ قلنا اسمها ايه؟ تيتا. في حاجة يا جماعة كده هحفظكم بيها المثلث بطريقة سهلة جدا. هتقولوا ورد تاني كده. عندنا المثلث الكبير خالص، هحفظه لكم بطريقة سهلة. هدخلكم كل مثلثات المنهج فيه. أول حاجة هنقول ماما بتحب جدو وتيتا. تيتا كلت زبادي. جدو شغال كهربائي. كده دخلت المثلثات كلها. شغال هي الشغل بالجول. بعرفكم بس الحاجات دي دلوقتي. فرق ده جيم ديت، يعني فرق الجهد بالفولت. خليكم معايا كده يا جماعه، ركزوا. الكاف ديت الايه؟ الكميه الكهربيه بالكولوم. ازاي الزين ديت ايه؟ الزمن بالثانيه. الته دي ايه؟ شده التيار. الميم دي ايه؟ المقاومه. دخلت لكم كل المثلثات في مثلث واحد. ماما بتحب جدو وتيتا. تيتا كلت زبادي. جدو شغال كهربائي. احفظوها بقى اللي انتوا عاوزين تحفظوها، بس ده المثلث الكبير. هو دلوقتي بيقول لك ايه؟ حاصل ضرب شدة التيار في الزمن اللي مر في شدة التيار ده في ده. تيتا في الزبادي يديني كلت. الكاف. نشوف الكاف ده بتاع ايه؟ بتاع الكمية الكهربية. يبقى اول حاجة هنختارها هنا الكمية الكهربية. طب بالك تقاس بوحدة ايه؟ الكولوم. طبعا لسه قايل لكم حالا الكمية الكهربائية بالكولوم. حاجة سهلة جدا اهي. حفظت لكم المثلث كله في دقيقة حرفيا. تتحكم الجينات في إظهار الصفات الوراثية للكائن الحي بإنتاج ايه؟ الجينات. قالك ايه؟ الجين يفرز انزيم المسؤول عن ايه؟ عن إظهار البروتين المسؤول في ظهور صفة وراثية معينة. يبقى الجين بيفرز انزيم، الانزيم ده بينتج بروتين، البروتين ده هو المسؤول عن اظهار الصفة في جسم الكائن الحي. هو قال لك ايه؟ تحكم الجينات في اظهار ايه؟ الجين يفرز انزيم بس. انزيمات. العالم المسؤول عن اكتشاف ظاهرة النشاط الإشعاعي هنري بيكوريل. افتكروا الاسم ده 100% هيجي بإذن الله. من التفاعل المقابل 2Na زائد Cl2 سهل 2NaCl، فإن المنحنى A يمثل المركب NaCl. تعالوا احنا اللي هنرسمها واحنا اللي هنجيب المنحنى. هنرسم اهو. ده تركيز. انا كده اللي بيزيد ده ال2Na. طب الCl برضو بيزيد ونواتج برضو، بس اقل من Na. 2Na مش N واحدة بس. الCl 2Cl برضو. ده كده الاتنين مع بعض وماشيين وطلعوا الاتنين مع بعض كده بالشكل اللي قدامكم ده. يبقى هنقول C و D. يعني C و D هما الاتنين مواد ناتجة وبتزيد بمرور الزمن.
ليه؟ لان ان ايه ده حاجة وسي ال ده حاجة، والاتنين مواد ناتجة بتزيد. بس كده. اختار من العمود B ما يناسب العمود A. تعال نشوف. كولوم احنا هنختار من A ل B، وهنا معكوسة معلش يا جماعة. قد تكون نقية او هجينة، طبعا الصفة السائدة قد تكون نقية او هجينة. الامبير قلنا ايه؟ شدة التيار اللي هي تيتا كالت زبادي. شدة التيار بتاعت الامبير يبقى كالت على زبادي. كالت يعني كلوم، زبادي اللي هي الزمن بالثانية، يبقى ده صح طبعا. الصفة المتنحية دائما نقية. عمرك شفت صفة متنحية هجين؟ ما فيش حاجة اسمها صفة متنحية هجين دي في الدنيا كلها. الأوم، الأوم فولت على أمبير، مش محتاج حاجة. قالك أوم يساوي فولت على أمبير. ماشي. الأوم ده اللي هو مقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة التيار، زي ما انتم شايفين كده قدامكم. تعالوا ننتقل بقى للحتة اللي بعد كده. يتركب يتركب الكروموسوم كيميائيا من حمض نووي DNA مرتبط مع بروتين. سهلة جدا اهي. يغير العامل الحفاز من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن يؤثر على بدء، خد بالك من الكلمة دي، بدء أو إيقاف التفاعل. يغير العامل الحفاز من سرعة التفاعل الكيميائي دون أن يؤثر على بدء أو إيقاف التفاعل. يقوم الفولتميتر المتصل على التوازي بالبطارية في حالة عدم مرور تيار كهربي بقياس القوة الدافعة الكهربية. في حالة مرور تيار يقوم بقياس فرق الجهد الكهربي. يلا بينا نكمل. يعمل كل من A و A على تنظيم وتنسيق الأنشطة والوظائف الحيوية في جسمك الحي. أول حاجة طبعا أنت مذاكرها الهرمونات. سوري يا جماعة، هو الجهاز العصبي ينتج عن المولدات الكهربية. المولدات الكهربية أو الدينامو، تيار كهربي متردد. قام مندل أثناء تجربته بنزع أسدية بعض الأزهار قبل نضج موتوكها لمنع حدوث تلقيح ذاتي. كما قام بتغطية مياسم الأزهار بعد تلقيحها لمنع حدوث تلقيح خلطي مرة أخرى. علل. لا يمر تيار كهربي عند توصيل موصلين مشحونين لهما نفس الجهد الكهربي. هقوله لأن التيار الكهربي ينتقل من الموصل الأعلى جهدا إلى الأقل جهدا. فأنت بتقول لي الاتنين فيهم نفس الجهد، يبقى مش هينتقل تيار كهربي. طب ليه يا عم؟ لأن التيار الكهربي ينتقل من الموصل أعلى جهدا إلى الأقل جهدا. تقل شدة التيار المرة في موصل بزيادة طوله. تقل شدة التيار بزيادة الطول، لأن ساعتها هو اللي قصده زي طول السلك. يعني لو زادت طول السلك بيقل شدة التيار وبيقل فرق الجهد. ليه؟ بزيادة المقاومة. يبقى هقوله تقل شدة التيار عند زيادة طول الموصل بسبب زيادة
المقاومة، زيادة المقاومة. ليه؟ لأن العلاقة بينهم طردية. عدم وجود عمليتي أكسدة واختزال في تفاعل الإحلال المزدوج. الإحلال المزدوج ليه مفهوش عملية أكسدة واختزال؟ تفاعل الأكسدة والاختزال ده تفاعل إحلال مزدوج. هنا ده أول مثال أصلا في الدرس، كان بيقولك اي جي موجب. طبعا من علامة الاي السالب دي كنت علمتكم قبل كده ان انتوا لما تشوفوا الحركة ده اهي تعرفوا ان دي اصلا اختزال وش. تعالوا قالك اي جي موجب، الموجب بقى متعادل، موجب بقى متعادل، يعني حاجة مثلا ازيد من الصفر بقت متعادلة، يبقى اكيد اختزال برضو. طب لو كان بقى الموجب بقى موجب اكتر منه، يعني كان مثلا هنا موجب 1 بقى موجب 2 مثلا، يبقى ده كده ايه؟ اكسده كده. لكن هنا NaOH زائد HCl NaCl زائد H2O، هنا اصلا مركبات ايونيه سالب وموجب، موجب وسالب، قصدي موجب وسالب، موجب وسالب. لما ادتني الناتج ادتني برضو موجب وسالب، موجب وسالب. انت هتيجي تشوف الاتش كانت موجب بقت موجب برضو، ما احنا هنمشي بنفس الموضوع. لان كانت موجب برضو، خليكم معايا. OH برضو، الOH هنا كانت سالب، هنا برضو سالب. الCl كانت سالب برضو، هنا سالب. لان كانت موجب برضو، هنا موجب. يبقى اصلا ما حصلش حاجه، الموجب موجب والسالب سالب. لكن هنا مثلا الموجب بقى متعادل، الموجب بقى موجب اكتر منه. بس ده المفهوم اللي كنت عاوز افهمه لكم. تعالوا ننتقل بقى الحته دي. وظيفه هرمون الثيروكسين. هرمون الثيروكسين يقوم بدور رئيسي في عمليات التحول الغذائي في جسم الكائن الحي عن طريق الطاقة اللازمة للجسم. طب هرمون الكالسيتونين من اسمه ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. تعالوا ننتقل بعد كده. بيقولك المركبات التساهمية والمركبات الأيونية من حيث سرعة التفاعل الكيميائي. تساهمية وأيونية. الأيونية ما بين الأيونات وبعضها، التساهمية ما بين الجزيئات وبعضها. المركبات الأيونية ما بين الأيونات وبعضها، دي ما بين الجزيئات وبعضها. طبعا ده اللي مش هنكتبه، بس انا بفهمه لكم بس بالكتابة. ده ما بين الجزيئات وبعضها، وده ما بين الايه؟ الايونات وبعضها. الايونات وبعضها يعني موجب وسالب، هنا الجزيئات وبعضها يعني جزيء موجب مع جزيء سالب، فبيقعد كتير. طبعا فسرعة التفاعل هنا هيكون بطيء، هنا هيكون سريع. المركبات الأيونية تفاعلاتها سريعة، تفاعلاتها بطيئة. دي بفهمها لكم بس، متكتبلوش الكلمة دي، انت هتكتب له سريع وهنا بطيء. تعالوا ننتقل للحتة التانية. الصفات غير القابلة للانتقال من جيل إلى آخر. الصفات المكتسبة. التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل بوحدة الزمن، ده هنكتب له سرعة التفاعل الكيميائي. ركزوا يا جماعة، الامتحانات دي مهمة جدا بإذن الله، ده اللي هيجيلكم. غدد لا قنوية تصب إفرازاتها من الهرمونات في الدم مباشرة. طبعا الغدد الصماء، غدد لا قنوية، غدد صماء. حالة الموصل الكهربي التي تبين انتقال الكهرباء منه أو إليه إذا ما وصل وموصل آخر. حالة الموصل كنا بنقول إيه؟ ده الجهد الكهربي. الجهد الكهربي هي حالة الموصل الكهربي التي تبين انتقال الكهرباء منه أو إليه إذا ما وصل وموصل آخر.
طب فرق الجهد بين طرفي موصل عند بذل شغل مقداره 1 جول لنقل كمية كهربية مقدارها 1 كولوم بين طرفي هذا الموصل، يبقى ده الفولت. لك هو فرق الجهد بين طرفي موصل عند بذل شغل مقداره 1 جول. هنا طبعا قلنا هرمون الثيروكسين يكون بدور رئيسي في عملية التحول الغذائي بالجسم عن طريق اطلاق الطاقة اللازمة للجسم المواد الغذائية. هرمون الكالسيتونين ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. طب تعالوا بقى نشوف العيون الواسعة والعيون الضيقة. نوع الصفة. العيون الواسعة دي طبعا الصفة السائدة. طب العيون الضيقة هي الصفة المتنحية. سهل جدا. تعالوا ننتقل اللي بعد كده. انا جايب لكم كل حاجة حرفيا في اللي احنا بنحله ده، هتحلوا لغاية لما تشبعوا، بجد حاجة خرافية جدا. استخرج الكلمة او العبارة المختلفة. طبيعة المتفاعلات، تركيز المواد الناتجة، درجة حرارة المتفاعلات، والعوامل الحفازة. تخيل يعني دي تجيلك ما تعرفش تحلها ازاي، مش عارف. في حاجة اسمها تركيز المواد الناتجة، ده انت لو غلطت فيها تبقى في حاجة حرفيا. مفيش حاجة اسمها تركيز المواد الناتجة في الدنيا. ده نقول العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي. تعالوا نشوف كلهم على ثانية. تيتا كلت زبادي يبقى ده بيدي تيتا، وامبير بيدي تيتا، وجول على كلوم جده شغال كهربائي دي نشك فيها. طب فولت على اوم يدي تيتا، يبقى جول على كلوم هو اللي هيطلع، ده بيدي فرق الجهد. وهنقول الباقي كله القوانين التي تعطي شدة التيار الكهربي. صوديوم، رصاص، نحاس، ألمونيوم. بوتاسيوم، صوديوم، باريوم. مغنيسيوم، يورانيوم، روبيديوم. تعالوا بقى نشوف. الصوديوم موجود، الرصاص موجود على فكرة، النحاس موجود، الألمونيوم موجود، بس النحاس هنشيله والباقي مواد الأعلى نشاطا من الهيدروجين. لو جيت سمعتلي سلسلة النشاط الكيميائي هتلاقي التلاتة دول كلهم قبل الهيدروجين، وده الوحيد اللي بعد الهيدروجين، يبقى هم أعلى نشاطا من الهيدروجين، مواد أعلى نشاطا من الهيدروجين. ركز. الراديوم، السيزيوم، البولونيوم، الهيليوم. هنشيل الهيليوم والباقي عناصر مشعة. راديوم، بولونيوم، سيزيوم، عناصر مشعة. تعالوا ننتقل للجزء اللي بعد كده. بيقول اكتب المعادلة الدالة على كل من تفاعل تعادل في حدود دراستك. تفاعل تعادل يبقى تفاعل حمض مع قلوي. طبعا معلش اتلخبطت كتبت فوق مختلف، يعني حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء. حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء. مين حمض مين وقلوي مين؟ قلوي NaOH زائد HCl. سهل. NaCl زائد H2O. تعالوا نبسطها لكم. انا دلوقتي Na هتروح للCl، والH هتروح للH والO، يبقى H2O بس. يبقى NaCl و H2O. سهلة ومبسطة جدا. طب إضافة محلول كربونات الصوديوم إلى حمض الهيدروكلوريك المخفف. كربونات الصوديوم كربونات CO3، صوديوم Na، والNA بياخد دايما 2، وفي حاجات كده بتاخد 2 دايما. Na منه Na2CO3 زائد
2HCl سهم 2NaCl زائد H2O زائد CO2. هتقولي هو ايه النواتج اللي طلعت الكتيرة دي؟ هقولك Na حطينا Na وخدنا معاه Cl زي ما انا بالظبط فوق كده، وخدنا معاه Cl يبقى NaCl. بس احنا عاوزين نوزن المعادلة دي كانت Na2، يبقى نحط لها 2 بره توزن برضو زي دي كده بالظبط، يبقى 2NaCl. طب قلت لي بقى الباقي كله ده جه منين؟ هقولك مش انا بقى لي هنا H2. هقولك طب ده H2 وعندي هنا CO3، خدنا O من ال CO3 فبقت H2O بس، وال CO3 خدنا منها O بقت CO2. بسطتها لك خالص اهي، يبقى 2NaCl زائد H2O زائد CO2 زي ما انتم شايفين كده. تعالوا ننتقل للجزئية اللي بعد كده، عند تسخين هيدروكسيد النحاس. هيدروكسيد النحاس CuOH باي 2 سهل، CuO زائد H2O هيديني ايه بقى؟ هيديني اكسيد النحاس زائد بخار ماء، يعني اللي كاتبه ده غلط خالص. عند مرور غاز الاكسجين في ماء الجير الرائق نجد انه يعكره، غلط خالص. طبعا ده ثاني اكسيد الكربون، واخدينه في سنة 4 و5 و6، بيعكر ماء الجير الرائق. نسبة المشيج تي كابتل ار كابتل في نبات بازلاء له تركيب جيني تي كابتل تي سمول ار كابتل ار سمول يساوي 75%. 75% غلط طبعا. تعالوا نرسمها في الحتة اللي فاضية تحت دي، بس نوريكم الورق كده بالشكل ده. بسم الله. تي كابتل تي سمول، هناخد مرة تي كابتل مع ار تي كابتل مع ار كابتل، ومرة تي كابتل مع ار سمول عشان كل الاحتمالات تبقى مع بعض. تي كابتل مع ار سمول، مرة تي سمول مع ار كابتل، ومرة تي سمول مع ار سمول. وهنحط الحاجات دي في المربع بتاع بن، ماشي؟ او من غير ما نحطها. انت شفت اللي حصل اصلا؟ احنا لما جزأناهم من غير ما نحطها في مربع بن اصلا ولا نعمل اي حاجة، احنا لما جزأناه طلع لي اللي هو كان عاوزه. مش ده اللي كان عاوزه؟ ولا 75%؟ هو مش 75%، ده هم 4. هم 4، هو طالع 1 من ال4. 1 على 4 اللي هي ربع، اللي هي 25%. يعني بدل ما 75 دي بقى هتبقى 25%. يعني انا من غير ما اعمل مربع بينه ولا اي حاجة، انا بس فصصتهم بالشكل اللي قدامكم ده. تي كابتل تساوي، اي حد هيشوفها كده ويقول لك اقل مني يبقى اكبر منه ويلطخ كده ويجري، وغلط في ساعتها. ركز. تتناسب شدة التيار الكهربي المر في موصل تناسب عكسي مع فرق الجهد، طبعا غلط. طردي، ده قانون اوم. ركز. يلا ننتقل اللي بعد كده. تفاعل تعادل في حدود دراستك، قلنا NaOH زائد HCl NaCl زائد H2O. ركز، دي اخر حاجة اهو خلاص. في احد تجارب التزاوج بين نباتي بازلاء ومشاهدة الناتج تم الحصول على الآتي: 25% نبات ذو ساق قصير نقي، و25% نبات ذو ساق طويل نقي، و50% نبات ذو ساق طويل هجين. وضح ذلك على أسس وراثية مع توضيح التركيب الجيني للآباء، علما بأن صفة طول الساق تي كابتل وصفة قصر الساق تي سمول. هو عاوز نبات ذو ساق قصير نقي، ونبات ذو ساق طويل نقي، ونبات ذو ساق طويل هجين. تعالوا نشوف. هيبقوا الاتنين هجين يا جماعة. تي كابتل تي سمول، تي كابتل تي سمول، تي كابتل تي كابتل، دي كده 25%. تي كابتل تي سمول، تي كابتل تي سمول، بعدين تي سمول تي سمول. طلع لي تي سمول تي سمول 25%، تي كابتل تي كابتل 25%، والاتنين الهجين ادي 50%. اهو بس له كده، وبروزها له بالشكل ده، وتقول له ان دي الاباء البارنتس، دي خطوة الامشاج الجي اللي هو فصل الحاجات يعني،
المفروض بنفصلهم الاول. فالمفروض ان في خطوه جي بس انا عملتها على طول عشان انا بشرح يعني، وبعدين نقول له خطوه الاف 1، ولو كمان في اف 2 بنكتب اف 2. بعلمكم بس يا جماعه ايه عشان تاخدوا بالكم، لازم تعملوا كل ده بي وجي واف 1، ولو كمان في اف 2 بتكتبه، ولو في نسب المئويه بتكتبوها، وتكتب له مثلا هنا صفه الساق قصير نقي، وهتكتب له هنا ساق طويل هجين، وتكتب له هنا ساق طويل نقي. لازم تكتب كل ده. وبكده نكون خلصنا مراجعة من أهم المراجعات اللي ممكن تشوفها على اليوتيوب، مع شرح مفصل واحنا بنحل. ودي من أهم فيديوهات الشرح اللي ممكن تشوفها وحل على اليوتيوب للعلوم قبل امتحان تالتة إعدادي الترم تاني. وأتمنى تعملوا لايكات وتشجعوني عشان نكمل معاكم في هذه سلسلة المراجعات بتاعتنا. وكمان يا جماعة هنسيب لكم في التعليقات رابط PDF لمذكرة بتراجع لك فيها النحو كله، كل الحاجات اللي خدتها في النحو تالتة اعدادي الترم التاني بنشرح لك النحو كله. وبعد ما هنشرح لك النحو كله هنديك حل عليه، والحل ده محلول عشان انت تحل مع نفسك كده وبعدين تقول هو ده كان حل صح، وتدخل بسرعة تشوف. هتبقى مذكرة جميلة جدا، هنسيبها لكم في التعليقات PDF نحو. وبس كده، سلام عليكم.